السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي نديرو فيه الفصالة ديال المخور. فصالة كلوش. واولا هنايا خديت المخور ديالي عبرته في الطول، لقيت فيه 3 متر و10 سنتيم. ضروري كنديرو هاد المرحلة، كنعبرو الثوب هو الاول قبل ما نفصلوه. وفي العرض عندي فيه متر و14. المهم هنايا هاد المخور راه عنده الكمام هكذا من التحت، حيت كاين بعض المخاور كيكون عندهم الكمام جانب الطرزة. دابا ملي خديت سرحت هكذا الثوب ديال المخور ديالي على طول، بعد ما طويته على جوج عبرت الطول ديال المخور وعاد الطول ديال الكمام. المهم لقيت هذاك القياس كافيني. دابا عاد غادي نحيد الكمام هما الاولين اللي عندي فيهم 60 سنتيم في الطول. هاد المرحله مهمه باش كنشوف واش المخوار كافيني للكمام، الطول ديال الكمام. الا ما كانش كافيني نقدر ندير الكمام طرواكار او نكمل الكمام بثوب اخر. مهم هنايا راني طويت المخوار ديالي هكذا على جوج، بعد طويته على جوج ومن بعد طويته على 4، طويته في الطول. وهنا دائما كندير الطرزه هي اللي جيتي بالامام. وغادي ناخد دابا قياس التقويره ديال الامام. دائما فوق الطرزه طلعت بجوج سنتيم، عاد خديت 8 سنتيم ديال دورة العنق، ومن بعد من هذيك جوج سنتيم كنهبط ب4 سنتيم باش ندير قياس الكتفين اللي عندي فيهم 46 سنتيم، قسمتها على جوج هي 23 سنتيم. ومن بعد غادي ناخدو هنايا خط التركيز اللي كيكون دائما عمودي. خط التركيز دائما كناخدوه من خط الكتفين مقسوم على جوج، وكنزيدو عليه 1 سنتيم ولا جوج هكذاك ولا 2 سنتيم. ومن بعد ما خديت قياس خط التركيز كناخد خط الصدر. خط الصدر انا عندي فيه هنايا 32 سنتيم حطيتها. ومن بعد خديت مباشرة تقويرة ديالي، تقويرة ديال التركيز. ودابا غادي نهبط ب16 سنتيم باش ندير خط الحزام. خط الحزام عندي فيه 30 سنتيم. كيف ما قلت لكم هنايا غادي ندير هاد فصالة كلوش، يعني ما غاديش نحتاج نعبر ناخد القياس ديال خط الحوض مباشرة. غادي نمشي ناخد الجليل ديالي، غنمشي حتى للطول، حيت ملي طويت المخور لقيت الطول غناخد طول ديال المخور زائد 2 سنتيم، يعني جاني الطول هو هذاك. ومباشرة كما قلت لكم غادي ناخد قياس خط الحزام حتى الجليل، ومن الجليل غنطلع بواحد 4 سنتيم باش ما كيجينيش هذاك المخور مجنح. ودابا غناخد المقاس ديالي باش نفصل. هنايا راني خديت الامام والظهر في نفس الوقت، طويتهم كنفصلهم مجموعين صافي. وكناخد القياس ديالي وكنبدا نفصل، ودائما كنخلي 1 سنتيم ديال الخياطه. وهكذا ابتداء من خط الحزام خديت في الجلايل، خديت المسطره ديالي وطراسيت الخط حتى الجلايل اللي خديت فيهم 50 سنتيم. كان عندكم المخور ديالكم في العرض اكثر من 50 سنتيم، تقريبا من 55 حتى 54 ممكن تاخدوها باش كيجي من التحت عريض وكيجي كلوش، كتجي فصالة زوينه وانيقه في نفس الوقت. المهم هنايا من جليل انا طلعت كيف ما ذكرت معكم ب4 سنتيم، وكنبدا نفصل المخور ديالي.
وفي التكفيفه غندير تكفيفه غناخد فيها 2 سنتيم. صافي كنقطع الثوب من التحت حيت متني، باش كنفتحو من الجلايل. صافي ومن بعد غادي ناخد الكمام، عفوا قبل ما ناخد الكمام هنايا هاد الطرف هذا اللي حيت غادي غادي نفصل منه تبطين ديال الظهر، ناخد 8 سنتيم ونهبط ب2 سنتيم. ومن بعد كنقطعو هنا في هاد المخوار هذا. انا ما غاديش ندير التبطين ديال الامام حيت كيف ما غادي تشوفوا معايا، غادي ندير طريقه سهله بالنسبه للمبتدئات. هنايا حيدت الظهر ديال الثوب ديال المخوار ديالي، وغادي دابا غندير تقويره الامام. هنايا كنعبر هذيك التقويره باش ما يجينيش العنق، باش ما تجينيش تقويره كبيره. كنقص كنخلي 4 سنتيم، كنعبر الا كان اكثر من 14 راه كيجي كبير بزاف هذاك العنق، والا كان قل من 14 كيجي مناسب، ما كيجيش كبير بزاف. المهم هنا راه غندير تكفيفه باليد في هذا العنق هذا، في هذه التقويره غندير تكفيفه باليد بحال هكذا، وغادي نجي على الخط ديال الطرز. كتجي هاد الطريقه كيجي بها المخوار انيق بزاف، وما كتبانش حتى الخياطه ديال الا خيطو بالماكينه كتبقى باينه الخياطه ديال الماكينه، يعني من الاحسن يتفينا باليد. وهنا خديت الثوب اللي نقصت من الاول ديال الكمام، كنقادو مزيان وكنشوف على حساب الطرزه الا ما جاتنيش في الوسط راني نتني هكذا الكم على هذا الشكل هذا. المهم هنا كنهبط ب10 سنتيم، من بعد كناخد التركيز ديالي عندي فيه 28 سنتيم في القياس ديال التركيز. ولكن في الكمام انا دائما كندير هذاك القياس ديال التركيز ناقص 2 سنتيم، يعني غنحط 26 سنتيم اللي قسمتها على 2 هي 13 سنتيم، ومن بعد غنقسم هذاك القياس على 4 كنطلع بسنتيم ونص وكنهبط بسنتيم ونص. وفي الطول ديالكم عندي 61 سنتيم. كناخد العرض او دورة الكم على حساب الطرزة ديالي. انا هنا في الطرزة عندي 16 سنتيم، يعني ناخد هذيك 16 سنتيم وغنخلي 2 سنتيم تحت الطرزة ديال التكفيفة. وصافي كناخد هكذا كنكمل كنطراسي لكم. ودابا غادي نفصلو، وهكذا كنكون شاركت معكم الفصاله ديال المخوار اللي كتجي بهذه الطريقه البسيطه، وكنتمنى تتبعوا هذا الفيديو حتى الاخير. وشكرا لكم على المشاهده، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.